ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام، والنهارده هنتكلم على الاي او اس 18 بعد تجربه لمده تقريبا داخلين في اسبوعين. طيب، ببساطه البيتا 1 تقريبا هما تفوقوا فيهم على السنين اللي فاتت، والبجات فيه تعتبر مش بسيطه، تعتبر معدومه. ايه البجات اللي قابلتني لحد النهارده في البيتا، وايه مميزات وعيوب الاي او اس 18 بشكل عام؟ اول حاجه بالنسبه للبجات، فهي مجرد الفلاش بتاع التليفون ساعات بيهنج. تمام. انما من ناحيه البرفورمانس، من ناحيه البطاريه، من ناحيه اي حاجه تانية، فلحد النهارده ما واجهتنيش فيه اي مشكله. طيب، بالنسبه للعيوب، لما فتحوا الكستمايزيشن للكنترول والكنترول بانل، وبالنسبه لكل حاجه مره واحده، حصل عدم ترتيب لذهنك في السرعه اللي انت كنت بتعملها. بمعنى ايه؟ النهارده مثلا شازام نزل كنترول تختار تحت، النهارده انا خليتها فوق في الكستمايزيشن، فحصل اللي هو طب يعني ليه؟ فاهم؟ فعقبال ما اتعود على الحته دي، وفي الاول وفي الاخر انا اللي ضايفها، طب ما برضو الكستمايزيشن ما طلعش اللي هو احسن حاجه انت ممكن تعمله. برضو الحته مش ما خلاص بقى. برضو الحته مش احسن حاجه اللي انت تقدر تعتمد عليها، او اللي انت تاخدها كلها مره واحده. العيب التاني اللي هو الانتظار بتاع الاي اي، ولو انت حملته انت المسؤول عنه والكلام ده كله، لسه ما جربتوش فخايف ان انا انزله، مع انه المفروض حاجه تبقى بيلت ان في الاي او اس اي تي. تمام. انما من ناحيه الانيميشن الجديده، من ناحيه اللي هو الاب اند داون بتاع الفوليوم، من ناحيه بقيه الزراير اللي بتحصل في الانيميشن، كويسه جدا، بتديك سنه كده كويسه. من ناحيه الاب ايكونز الجديده، من ناحيه الدارك مود الجديد، من ناحيه كل الكلام الاخر ده، ما عنديش فيه مشكله. ويمكن برضو من ضمن المزايا اللي نزلت بتاعه ابلكيشن باسورد. ابلكيشن باسورد بيديك اريحيه في ان انت تعتمد على كل حاجه من ناحيه الباسورد انت عاملاها سيف على الاي كلاود، وده بيديك اللي هو زي نورتون باسورد ووان باسورد والكلام ده كله بدون اي مبلغ مالي هيدفع لابل. طبعا ده لحاجات الاي كلاود بس، او لحاجات ابل بس. ف يعني هو عاملها لك كده ايه، مصغره شويه على الايكو سيستم بس بتاعها. لكن في المجمل ما نقدرش النهارده ان احنا نقول ان في مشاكل او في حاجه جذريه تخليك ما تنزلش الاي او اس 18، او تبعد عنه، او تكرهه، او ايا كان. لا بالعكس، انا شايف تطوير رهيب. شايف من ناحيه البرفورمانس مفيش اختلاف، يمكن اسرع. شايف تغييرات من ناحيه السيتنج، تغييرات من ناحيه الايكونز والانيميشن والكلام ده كله. يمكن برضو عيب هيبقى محتاج ان احنا نستحمله او نتعود عليه، هو الفوتو اب. وهو لما بتخش على الفوتوز بيجيب لك الصورة، تدوس عليها، بعد كده تدوس عليها تاني علشان تختارها. هي عايز تطلع بره بتشيلها، وبعد كده بتبتدي تقلب. فهنا الفوتوز لا، ما كانش اختيار صح ان انت تغير، خصوصا الايفات ما كانش وحش اطلاقا يعني. بس اعتقد ان هم هيجبرونا على الموضوع ده، هنضطر ان احنا نستحمله ونستخدمه. بس. وكان معاكم عبد الرحمن هشام، وحلقة جديدة من حلقات ابلكيشن البرنامج اللي احنا مش عارفين هنسميه ايه الصراحة.